السمنه ومشاكل السمنه الكتير، والناس اللي ما بتعرفش تخس، والناس اللي حركتها بسيطه ويعني ما بيتحركوش كتير وبيقعدوا كتير لفترات قدام التلفزيون او لاي شيء هي طبيعه شخصيتهم، ما بيحبوش يعملوا حركه. مشاكل زياده الوزن نقدر نلخصها في ايه؟ بص، نقدر نلخصها في حاجه بسيطه قوي، ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا، مم. لا اكتر ولا اقل. يعني على سبيل المثال، لو حد نوعيات اكلاته بياكل فيها نشويات كتير، لا يقلل نشويات، يزود بروتين، يزود خضار. لو حد مثلا من النوع اللي هو بيبتدي ياكل مقليات كتير وياكل فاست فود، يبتدي ان هو يغير الحاجه ديت بحاجه تانية تكون مور هيلثي. انا ضد ان اي حد يقعد يعمل رجيم قاسي. اللي بيخش في الدوام بتاعه الرجيم القاسي دي ما بيطلعش منها. بمعنى ايه رجيم قاسي اللي هو ايه؟ يحرم نفسه بقى من كل حاجه في وقت معين كده لمده مثلا اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع. يبتدي يحرم نفسه من الاكل، يحرم نفسه من مشروبات كتيره، يحرم نفسه او ياكل نوعيه اكل معينه لمده ايام متعدده. انا ضد الموضوع ده تماما، لانه في النهايه هيفقد سوائل الجسم، مش هيفقد دهون الجسم. مم. وبالتالي اللي بيتفقد بسرعه بيرجع مره تانية يخش الجسم بسرعه، فبيرجع تاني في نفس الدوامه ديت، يكررها مره واثنين ثلاثه لغايه لما بيزهق خالص. او بنبقى هنا عند فيصل بقى ايه؟ الجسم. مم. الجسم البشري ده ربنا خلقه ذكي جدا. بتبتدي ان انت تعمل له انظمه غلط، في النهايه هيفقد حاجه من الاثنين. يعني هيفقد الحرق، هتلاقي الشخص ده الحرق عنده بقى ضعيف قوي، فمهما يحاول حتى يعمل رجيم قاسي ما بيجيبش معاه. وهتلاقي موضوع الحرمان نفسيا وسيكولوجيا، هتلاقيه بقى عنده هامرنج وعايز ياكل بشكل كبير جدا، وبقى عنده شهية مفتوحة قوي مم. على غير المعتاد. فيا ريت نبطل موضوع الرجيم القاسي ده.